يا صباح الخير على احلى متابعين، واهلا بكم في قناتي قناه ماما سوسو. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ بصوا بقى، احنا اخر الشهر وبنلملم بقى الحاجات اللي موجوده في التلاجة. هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل عيش بلحمه وعيش بالبسطرمه، الاتنين نعملهم. انا عندي هنا دقيق اكتر من نص كيلو وعليهم ملح. بس بحب احط في العجينه لبن بودر، معلقه ان شاء الله صغيره كده بس هرميه كده. بسم الله. حلو كده. الاول نصلي على نسمي الله ونصلي على سيدنا رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. خلاص كده انا حطيت هنا على الدقيق ملح ولبن بودر. نحط تاني ايه؟ نحط السكر والخميرة. نحط السكر والخميرة. السكر معلقتين سكر، من هنا ننزل الخميرة. بكو خميرة. بسم الله بسم الله. دايما نسمي الله كده عشان ربنا يطرح البركة في الأكل. خلاص كده هقلبها تقليبه. طبعا معلش انا مش بستعرض حاجه، يعني انا عشان انا تعبانه ما بقدرش اعجن حلو على ايديا. العجين هنا بيريحني شويه في العجانه. انا بحب اعجن على ايدي عشان انا بظبطها في ايدي اكتر. انا برضو بطلعها من هنا ساعات اعجنها على الرخامه، فانا بعجنها هنا كويس قوي برضو. خلاص نسمي الله ونشغل المكنه هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلب شويه. ما حطيتش الفيشه. ماشي، هي فين الفيشه؟ جبت المجمع وما حطيتش الفيشه. بسم الله الرحمن الرحيم. اولها بتجري. تعالوا بقى نحط هنا زيت. بسم الله الرحمن الرحيم. قد ايه زيت؟ هي نص كوبايه معايا، بس انا بشيل شويه عشان الم بيها العجينه. خلاص كده لمها. هنحط كمان لبن. هنحط هنا كوبايه لبن دافيه. اللبن نقع نمسحه بالليفه. ما تجيبيش فوطه المطبخ عشان ما تعملش ريحه. بصي كمان العجينه بتبقى حلوه جدا لما تحط لها معلقه خل، بتديها بياض كده حلوه قوي قوي. في نفس الوقت هي محسن. ما تحطش المعلقه كامله. خلاص كده. الخل حلو جدا جدا. انا شايله هنا معلقه سمنه، في الاخر بلم بيها العجينه مع معلقه الزيت، بتبقى حلوه جدا جدا. هي كده هتحتاج بتاع نص كوبايه كمان لبن. مش هحط كتير، الم بيها العجينه. هنا هحط معلقه السمنه في العجينه كده. ما تخافيش انها يعني هتقولي ثابت، لا ان شاء الله بتبقى حلوه جدا. بس كده شايفين هنا. خلاص كده مسحت ايه، نضفت الحله بتاعت شايفين ترتاح بقى عشان تخمر. قبل ما احضر بقى حاجات اللحمه والبسطرمه واللازم منه بقى. اهي شايفين اهي. انا احط على وشها نقطه زيت واغطيها واشيلها. بينا بقى نسمي الله ونشوف العجينه خمرت. انا كمان مستعجله عليها. بسم الله ما
عشان كمان المفروض تخمر اكتر من كده، بس الوقت مستعجله عليها. تمام. بسم الله نطلع منها الهواء. اقطع بقى ايه، اقطع منها حته حته كده وخليها زي ما هي. نبدا بحاجات مازن الاول، عشان مازن ايه لما يجي من المدرسه يلحق ياكل. افردها بس كده. اللحمه بقى احط. بصوا هنا انا حاجات مازن اللحمه بتاعته بتبقى من غير حاجه خالص، يعني الا بصل خفيف جدا. حتى البسطرمه هنا والحاجات اللي هحشي بيها برضه كده. حاجات البيتزا انا بعمل بيها العيش بلحمه كده، بقفلها بتبقى طعمها جميل جدا يا جماعه والله. كل اللي بياكل منها يقول ايه الجمال ده. فجربوها بالطريقه دي، حلوه جدا. ما خدتش وقت اهي، شايفين؟ هقرب لكم هنا اهي. حطها في الصينيه. الصينيه دهنها ده مسحه بس كده نقطه زيت. نعمل واحده كمان. صغروا العجينه كده، مش لازم تبقى كبيره، عشان لما يكون اطفال هتاكل بلاش الحاجه تكون كبيره عليهم. اما يعوزوا ياخدوا تاني، لان هم بيرموا بيفضل منهم وبيترمى. خلاص كده اعمل له الصينيه بقى بتاعته فيها كل حاجته. عشان ما اطولش الفيديو، مش عايزاه يطول. يلا شايفين اهي، ما خدتش وقت. انا خلصت اللحمه بقى. هنعمل ايه بقى؟ نعمل البسطرمه. عملت المازن البسطرمه بتاعته. نحط برضو زيتون، طماطم، بسطرمه كده كويس، فلفل. لو حاجه فاضت معاكي ممكن تحطيها على اي جبنه، بتبقى حلوه قوي. يعني الطماطم والفلفل والزيتون لما تحطيهم على جبنه بيبقى ظريفه قوي. خلاص كده بقفلها. خلاص لسه الوش بقى هيدهن حاجه، هيتحط عليه حاجه تانية. خلاص هوريكم واحده تانية زي البيتزا بس انا نسيت احط الجبنه في التانية، في اللي عدت. ماشي. زي البيتزا بالظبط. طماطم، فلفل، زيتون، جبنه موتزاريلا. في جبنه تمط وفي جبنه ما بتمطش، دي بقى النباتي اللي بتمط. خلاص كده بقفلها بقى كويس قوي، عشان عقبال ما اخلص ممكن تتفتح، فانتوا تقفلوها كويس قوي قوي. ادي الصينيه اهي. الصينيه اهي فيها اللحمه وفيها اظبط شويه كده عشان ايه ما يلزقوش في بعض. شايفين؟ دي الصينيه الكبيره. خلاص هخلص بقى واوريها لكم. شايفين الجمال بقى؟ شايفين؟ هدخلها الفرن بقى. انا دهنت لبن وزعتر فوق الوش. شايفين الحلاوه؟ شايفين جمال الحاجه بعد ما خلصت؟ دي لسه البسطرمه في الفرن، بس عندي مستعجلين. بص الجمال. بصوا هفتح لكم واحد، ما اعرفش بقى ده صدق ولا ده ايه، قصدي ده بسطرمه ولا ايه. في صينيه واحده اهي. شايفين؟ لحمه مفرومه. شايفين الدخان بيطلع منها؟ جميله جدا وريحتها حلوه قوي قوي قوي.
يا رب تجربوا الطريقه دي. الطريقه دي حلوه قوي، تنفعهم في مدارس، في رحله، في اي حاجه هتعمليها. سهله قوي وخفيفه، وتلمي لو عندك حتى بواقي فراخ مستويه ممكن تعمليها بالعجينه دي، بتبقى حلوه جدا جدا. اتمنى يكون عجبكم الفيديو ده، ويا رب تجربوا الطريقه دي ويحسن ما بين ايديكم كلكم. واقول لكم الى اللقاء في فيديو جديد في مطبخ ماما سوسو. بس ما تنسونيش في التعليقات والحاجات الحلوه بتاعتكم، وباي باي.